السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هبدأ بقى معاكم الفيديو يبان ان هو بسيط جدا وما فيهوش حاجة. طبعا ناس كتير جدا احنا شاطرين وبنعرف نعمله، ولكن في بعض البنات او بعض الناس ما بيعرفوش يعملوه. لما بتيجي تعمل كمية ولا حاجة تلاقي نص الفشار معاها في الاول طالع زي الفل، ولكن النص التاني تلاقيه مسود، تلاقيه نص الذرة ما فرقعتش معاكي. بتحصل معانا في أوقات كتير. وكمان لو هتعملي كمية مثلًا لأسبوع أو كمية لسهرة حلوة، مش هياخد معاكِ فلوس خالص، بسيطة وهتبقى تحفة إن شاء الله. هاقول لِك بالمقادير إزاي تطلّعي فشار زي السكر. معايا هنا استخدمت ربع كيلو من ذرة الفشار، بنجيبها من مقلة أو من عطار أو بتتباع أكياس في السوبر ماركت. هنا استخدمت للربع كيلو ذرة فشار، استخدمت ربع كوباية من الزيت. لو انت هتعملي بقى اي كمية، ربع كمية الذرة هتستخدميها زيت. يعني انا هنا استخدمت 250 جرام من الذرة، هتستخدمي حوالي 60 ملي من الزيت. بصوا انا هنا استخدمت ربع كيلو من ذرة الفشار، عليهم ربع كوباية من الزيت، والزيادة كمان معلقة كمان، يبقى ربع كوباية من الزيت ومعلقة كمان من الزيت. الكمية دي ممتازة جدا. اهم حاجة نغلف الذرة بتاعتنا بالزيت. ايه بقى السبب اللي بيجي معاكي ناشف او ما بيفرقعش كله كده؟ ان كمية الزيت بتبقى قليلة. بعد كده بنحطها على النار بتبقى وسط وبنغطيها بغطا. الحاجة اللي احنا هنعمل فيها ذرة الفشار لازم تبقى كبيرة، علشان لما يتضاعف تديله مساحة ان هو يفرقع منك او يطلع منك الايه ذرة الفشار. لازم الحلة تبقى كبيرة زي ما قلت لكم. النار بتبقى وسط، وما توطيش النار قوي ولا تعليها قوي علشان ما يشدش معاكي. هتاخدي حبة فشار بعد اول 5 دقايق كده هتسمعي اصوات جميلة كده، خناقات في قلب الحلة. نقطة مهمة جدا بقى، امتى بقى بقفل عليه النار؟ اول ما تلاقي نفسك كده مش سامعة اي صوت من الفرقعة، او الفرقعة قلت خالص، بقت عبارة عن واحدة كده بتفرقع كل دقيقة كده، كل كام ثانية. تقفلي عليه النار على طول، هتلاقيه بقى التحفة ما شاء الله. كده معاكي خلاص ذرة الفشار. تقدري بقى تحطي عليها شوكولاتة، تقدري تحطي عليها كراميل، تقدري تعمليه اللي هو العادي اللي هو بتاع السبوع العادي، تحطي عليه حبة ملح بس بسيطة وبتقلبيه. لو هتعملي كمية كبيرة يفضل ان هو يبقى في طبق بلاستيك كبير ليه حواف كده يعني، او حلة كبيرة، على اساس ان انت تقلبي الملح فيها كويس. ما تكتريش الملح علشان ما يبقاش حادق معاكي. بصوا هتعملي احلى فشار ان شاء الله. بس زي ما قلتلك، اهم حاجة اول ما تسمعيش فرقعة خالص تروحي قافلة عليه النار على طول، وعيناه من الحلة بتاعته، علشان قعر الحلة ما يسودش الفشار بتاعك. ما شاء الله. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك.